مساء الورد على احلى ناس في الدنيا. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. النهارده هقول لكم فكره من افكار فطار رمضان، فكره سهله وبسيطه. بصراحه الاكله دي انا بلجأ لها يوم ما بيبقاش ليا مزاج اخش المطبخ وعايزه حاجه سهله وبسيطه وما فيهاش مواعين كتير، حاجه كده في صينيه واحده شقلب وقلب كلها على بعضها، كل المكونات على بعضها ببهاراتها بكل حاجه، شقلب وقلب في الفرن هيطلع معاكي احلى فطار لرمضان. سهوله وبساطه، والموضوع ده مش مقتصر على الفراخ بس، انا عاملاها معاكم بفراخ بس انتوا ممكن تعملوها ببانيه، بلحمه، باي حاجه عندكم، اي نوع لحوم يعني عندكم. سهله وبسيطه وخطيره، وبرده مش مقتصر على اي نوع خضار انا مستخدماه في الفيديو بتاعي، ممكن انتوا تستخدموا اي نوع خضار تحبوه. يلا بينا ندخل على وصفتنا على طول. معلش بسجل لكم في اخر اليوم فنايمه خالص يعني لما بننام، فقلت ايه اقوم اسجل لكم. بس ما تنسوش اهم حاجه، لو عجبكم الفيديو معاكم اختكم هاله، الاشتراك القناه، تفعيل الجرس، واللايك والشير، وتقولي لي في الكومنتات لما تجربوها وتعجبكم. يلا بينا على وصفتنا على طول. انا هنا معايا 200 جرام، يعتبر ربع كيلو من البسله. انا هنا كنت مفرزاها قبل كده وكانت عندي في الفريزر. نوع الخضار مش مقتصر على انا مستخدمه بس، اي نوع خضار عندك قرب يبوظ حطيه في الوصفه بتاعتنا هيطلع معاكي قمر. ومعايا بطاطس، مين ما عندوش بطاطس؟ اكيد كلنا عندنا بطاطس في البيت وبصل. عملت تلات بطاطسيات كده حلوين، وبصلتين كده برضو محترمين، وثلاث فصوص من الثوم. والتركه دي بقى في غسيل الفراخ انا قلت اقولها لكم. حطوا، عارفين تفل القهوه؟ انا بعملها بالليمون طبعا والملح والدقيق، ولو في طحينه عندك حطي، لو مش متاح مش مشكله هتطلع برضو قمر. بس تفل القهوه بعد ما تشربي كوبايه القهوه، او لو ما عندكيش تفل القهوه خدي معلقه. مين فينا ما عندوش قهوه في البيت؟ معلقه من القهوه. يا جماعه القهوه بتخلي الفراخ بتزيق من كتر النظافه، حتى لو ما حطيتيش ليمون بتعين الزفاره نهائي. بجد بجد التركه دي في غسيل اي حاجه زفره، القهوه البن لما يتحط في غسيل اي حاجه زفره فعلا بيخليها بتزيق وريحه الزفاره بتختفي تماما. والقرفه برضو، التركه برضو دي حلوه جدا، القرفه او القهوه، اي حاجه منهم حطي منها نص معلقه صغيره او معلقه صغيره، حرفيا مهما كانت حاجتك فراخك زفره بتوديها في حته تانية وبتخلي مفيش نقطه زفاره. ومعايا سمنه بلدي وزيت زيتون. وزي ما قلت لكم الخضار اي خضار عندك حطيه، مش لازم اللي انا مستخدماه في الفيديو ده اللي كان عندي، ولو كان عندي خضار زياده كنت حطيت برده حاجه كده شبه التورلي بتاع اللحمه، عارفينه. هنا بقى ايه، انا هقطع البطاطس بتاعتي مكعبات بالشكل ده، بقطعها كده تخينه شويه، سلايس تخينه شويه، وبعد كده بقطع السلايس 2 واقطعها 3 قطع لحد ما يطلع معايا البطاطس مكعبات. هعملها برده معاكم مره تانية عشان برده ايه تشوفوها. هنا السلايس طلعت معايا تخينه شويه عن الاولانيه، فهقطعها 3 قطع. بصوا 3 مرات كده بالطول، وبعد كده ايه بالعرض. انا برضو بوريكم كل التفاصيل علشان خاطر البنات الجداد، العرايس الجداد، الامارات ايه ما يكسفوناش، يطلعوا اشطر ستات بيوت. واهم حاجه نفسك انت يا قمر زي ما احنا ايه عارفين. هقطع الكميه كلها وهجيلكم تاني. هنا انا قطعت البطاطس خلاص. هوريكم بقى ايه التقطيعه اللي انا بحبها في البصل في الوصفه دي. بقطعها جوليان، بس مش بكتفي بكده، بقطعها صغير. انا مش عايزاها مفرومه يعني ما تعملهاش في الكبه، انا عايزه البصله بتاعتي تبقى متكرمله كده وباينه في الوصفه بتاعتنا، فانا بقطعها صغير. بتقطعيها جوليان، وبعد كده بتقطعيها كذا ايه زي ما عملنا ايه في البطاطس. التقطيعه مهمه بس برضو زي ما تحبي، هي كلها على بعضها وصفه مفتكسه، بس دي احسن تقطيعه انا جربتها بيها. هي بصراحه الاكله دي منجزه ومنقذه فظيعه. بصوا بقى يا ست الكل، انا هنا حبيت احطها. انا كان عندي اكياس الفرن، انت دي متوفره جدا في اي سوبر ماركت جنبك اكيد هتلاقيها، اسمها اكياس الفرن اللي هي الاكياس الحراريه. انا كان عندي الاكياس الكبيره اللي هي بتشيل 3 فرخات، ممكن مش فرخه واحده. انا فرختي كانت كيلو و200 جرام، ما كانتش كبيره، بس ما كانش عندي غير الحجم ده من الاكياس فاستخدمته وخلاص، وحطيت خضار معاها وتمام وكانت زي الفل. النوع ده برده كويس جدا، ولا اعلان ولا اي حاجه، بس انا بقول لكم الحاجه اللي بستخدمها وبتعجبني. هنا انا قطعت كميه البصل كلها، وايه كان اصلا كنت مستخدمه الاكياس قبل كده، كان متبقي معايا كيس في منه احجام زي ما قلت لك. الحجم اللي عندي ده يعمل 3 فرخات، كيلو ونص الفرخه ممكن كمان، بس انا ما كانش عندي غيره، وكنت بصراحه مش قادره اعمل اي حاجه، ولا بقى اعمل شوربه ولا بقى اطبخ وبتاع. وطلعت الاكله حرفيا خفيفه وتحفه تحفه، احلى من اي طبيخ، ومش تقليديه وحاجه كده وهميه. انت ممكن ما تعملهاش في اكياس حراريه لو مش متاحه ليكي، ممكن تحطيها في الصينيه بتاعتك كل الخضار مع الفراخ مع البهارات اللي هقولها لك. دي القفله اللي بقفل بيها الكيس بتاعي، هقول لكم حصل فيها ايه في الاخر. نرجع لموضوعنا. ممكن تعملي كل ده وتحطيها في الصينيه بتاعتك وترميها برده في الفرن، بس تحطي فويل علشان خاطر البخار اللي هينزل الصوص ما يطرش والصوص بتاعك ينشف. فهماني الفويل بيعمل ايه والاكياس الحراريه بتعمل ايه؟ بتحتفظ بالصوص كانك بالظبط طبخه، عشان لو عملتي جنبها رز او مثلا عايزين تاكلوها بالعيش يبقى في صوص طعمه حلو، الصوص بتاع الخضار.
بينزل مع صوص الفراخ بيعمل طعم وهمي حرفيا، انتوا لو جربتوها هتدمنوها ومش هتعملوا فراخ غير كده بعد كده. هنا بقى انا هحط الفرخه بتاعتي بعد ما غسلتها طبعا كويس جدا، وحطيت معلقه كبيره من السبع بهارات، عليها ربع معلقه من الحبهان والقرنفل والكوبيبه الصيني والفلفل الاسود، طحناهم وحطاهم مع السبع بهارات اللي هي المعلقه الاولى اللي انا حطاها. وحطيت برده معلقه صغيره كبيره من البابريكا، معلقه صغيره مليانه يعني، مش بقول لكم انا في اخر اليوم ورايحه خالص. وانا بحب الريحان، عندك حطي، اصلا كانوا اخر حبه عندي وكان استغني عنه يعني. بص اي حاجه في الوصفه دي حابه تحطيها حطيها، اي حاجه حابه تشيليها شيليها، لان هي وصفه مفتكسه. طبعا الكاري مع الفراخ كلكم عارفين عشقي عشقي وغرامي، خطير بيدي طعم تحفه. بس حرفيا لو جربتوها، وانا بحب اي بهارات مجففه بصراحه زي البقدونس الريحان الزعتر يا جماعه، بيدوا طعم حلو قوي قوي في الفراخ واي لحوم عامه. وفي الوصفه دي انا متاكده انكم هتشكروني من سهولتها ومن جمالها. هنا بقى انا بحط البهارات كلها معاكم كده زي ما انتم شايفين. انا حبيت اقول لكم كل التفاصيل، حبيت اوريكم التفاصيل كلها في الوصفه. وهنا حطيت ربع معلقه من الكمون وربع معلقه من الكزبره، وملحي طبعا، اوعي تنسي ملحك وكتري، بس خلي بالك ما تحدقش منك، بس عشان لسه هنحط خضار فلازم بهاراتك تكون كتيره. ايه زيت الزيتون هنا انا بحطه وقع بره الكيس عادي، انا مفيش الحاجات دي عمرها ما توقفنا ابدا، عادي عادي عادي. سقطات ست المطبخ انا الحاجات دي بحطها لكم يعني، ممكن اشيلها بس انا بحطها لكم بصراحه، عشان انا ببقى حابه اتعامل معاكم بطبيعتي. انا ست بيت بغلط عادي زي اي ست بيت بتغلط، زي اي ست بيت ممكن يقع منها حبه زيت بره البتاع، ممكن يقع منها حبه بهارات. هنا انا بتعامل معاكم بطبيعتي تماما تماما، بجد بجد معتبراكم اهلي حرفيا والله، من اول فيديو عملته وانا معتبراكم اهلي. سبحان الله، الحب من عند الله. وحطيت معلقه كبيره من السمنه البلدي. زيت الزيتون اللي حطيته خليكي كريمه فيه يعني، انا حطيت مثلا حوالي مثلا ربع كوبايه من زيت الزيتون، او ممكن تحطي اي نوع زيت تاني مش ضروري يعني. كده كده الفراخ فيها دهون فبتنزل دهونها، بس برضو عشان الخضار وعشان تطعم لي ويطلع صوص قمر كده، انا بحب اعمل ميكس بين الزيت وبين السمنه. حطيت حبه برضو زيت نباتي، مش عارفه ليه عملت كده في الفيديو ده، بس انا باين نسيت ان انا حطيت زيت زيتون ولا ايه مش عارفه، بس انا عملت كده. مسجي بقى ايه فرختك كده، عايزه تلبسي جلوفز البسي الجوانتي، بس انا زي ما قلت لكم بتعامل بطبيعتي، واعتقد مفيش ست بيت في مطبخها لو ما بتصورش بتلبس جوانتي، فانا بتعامل بطبيعتي معاكم. قعدت مسجها كده شويه، وكده كده هعمل حركه دلوقتي، هتدخل الصوص في الخضار والبهارات في الخضار وفي الفراخ وهتوزعها كلها، هوريكم بس تابعوا معايا كل التفاصيل. هنزل بالبصل بتاعي، كل الخضار بقى ايه اللي معايا كده هنزل بيه زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بالبسله بتاعتي زي ما قلت لك، اي خضار انت حباه، عندك جزر، عندك كوسه، عندك اللي انت عايزه، عندك فاصوليا خضراء، عندك فاصوليا بيضه مسلوقه، بص اللي انت عايزاه حطيه. حرفيا الوصفه دي من سهولتها ومن جمالها ومن شقلب وقلب، والطعم اللي بيطلع في الاخر خرافه، حرفيا هتدمنوها، وانا واثقه انكم هتعتمدوها يوم في اسبوعكم من سهولتها. اليوم اللي بتبقي صاحيه فيه مش قادره تعملي فيه حاجه وعايزه تعملي لهم اكله حلوه، اعملي الوصفه دي وتعالي اشكريني. وحطيت فصين التوم طبعا، بس يعني اوت اوف كاميرا نسيت اصورها لكم معلش، او معرفش ما تصورش ليه مع اني كنت فاتحه الكاميرا. هنا بقى بصي الحركه دي، انا بقفل الكيس كده بايدي من فوق وبقعد اوزع، ما تخافيش الكيس مش هيتقطع، الكيس الحراري بيبقى قوي. بقعد ايه زي ارج كده كل مكوناتي مع بعضها، البهارات مع الخضار مع الفراخ في صينيه، بس اهم حاجه ما تخرجش بره الصينيه. والبتاع اللي فوق دي بقى وقعت مني، تعالوا اقول لكم عملت ايه بقى. لما البتاع اللي فوق دي وقعت مني، انا طبعا اتصرفت، قصيت حته من الكيس اللي هي البتاع البيضه اللي وريتها لكم في الاول، قلت لكم عملت معايا مشاكل، قعدت ادور عليها يجي نص ساعه، حته من الكيس وربطت بيها، لازم اربط الكيس كويس جدا قبل ما ادخلها الفرن. مش قادره اقول لكم قعدت ادور عليها قد ايه. قطعت حته طبعا، ست كيس ست البيت المصريه لازم تتصرف، قطعت حته من الكيس من فوق وربطت بيها. واهم حاجه ما يخرجش اي الكيس بتاعك من بره الصينيه. وعملت فراغات كده بالسكينه 6 فتحات من فوق، ودخلتها الفرن على درجه حراره 180، على درجه حراره 200، سوري معلش انا نايمه اصلا. درجه حراره 200 خدت معايا ساعه، على حسب فرنك ممكن تاخد ساعه ونص وممكن تاخد ساعه. اهم حاجه ان انت بتحطي خضارك مع فراخك مع بهاراتك كله شقلب وقلب مع بعض، وبتطلع معاكي احلى اكله في الدنيا. بتبقي مريحه نفسك كده، انت حطيتي كل حاجه خلاص ورميتيها في الفرن، وعملت جنبها شويه رز بشعريه كده، وهتطلع معاكي حرفيا وهميه ومستويه ودايبه دايبه دايبه، حرفيا كانت دايبه دايبه دوب كده في البق. حاجه كده وهم احلى اكله ممكن تعمليها، انت مش متخيله هي حلوه ازاي.
وسهله وبسيطه، وطعمها الصوص مع البهارات مع الصوص اللي بينزل من الفراخ مع الخضار مع خطير. وبجد الاكياس الحراريه دي بجد بجد بتحتفظ بكل الصوص، وبتحتفظ بالاطعمه، وبتدخل كل حاجه في طعم في يعني الخضار، في البهارات، في الفراخ، بتنزل كل حاجه بطعمها، حرفيا بتخليها جوسي